20 من دوري يلو. الأسماء، الخيارات، الصورة، المشهد في أرضية الملعب. أبدأ بالفريق الضيف وخيارات المدرب دامير يوريتش الكرواتي اللي يبدأ اليوم في حراسة المرمى. البرتغالي إيمانويل في خط الدفاع من اليمين لليسار. فهد عبد الرزاق، محمد الشويرخ، وخالد الشويع، وعبد الإله خيبري كظهير أيسر. في خط الوسط فهد الرشيدي بجانبه أحمد كرنشي، وأمامها الثلاثي لويس مورالها، وعلى الطرف الأيمن دييغو ميراندا، وعلى الطرف الأيسر الصربي ميدوراج جيموفيتش. وفي خط المقدمة الهداف الصربي ب 17 هدف نيكولاس توكوفيتش، هداف فريق الرياض وثاني هدافي الدوري بعد مرور 24 جولة من دوري يلو. بينما في الجانب الآخر الفريق المستضيف الأهلي القلعة، خيارات بيتسو موسيماني في هذا المساء بعد عودة الرسام والفنان رياض بودبوز، وتواجد ماركوس أميرال في دكة البدلاء بعد الغياب جولتين. يا هيثم انطلاقة، محاولة وتغطية من دفاعات الرياض. في حراسة المرمى محمد الربيعي. في خط الدفاع من اليمين لليسار اليوم محمد المجحد يتواجد كظهير أيمن بجانب باستوس وريان حامد المدافع الشاب. بينما كظهير أيسر إبراهيم الزبيدي. مع الدقائق الأولى إصابة هيثم على أرضية الملعب. بالسلامة يا هيثم. هداف الفريق ب9 أهداف في الدوري. نيكولاس ميليسي بجانبه هشام فايق في منتصف الملعب كساتر أمام الدفاع، وأمامهم الرسام رياض بودبوز. هذه اللقطة اللي يصيب من خلالها هيثم عسيري. ونعم لدينا هيثم اللي يتواجد على الطرف الأيسر، والجامبي مودو بارو على الطرف الأيمن. وفي خط المقدمة المهاجم الشاب حسن العلي. هذه هي الصورة، هذه هي التفاصيل، هذه خيارات بيتسو موسيماني الجنوب الأفريقي الواضح على الصورة، وخيارات أيضا الجانب الآخر دامير يوريتش هذا الكرواتي اللي يقدم عمل فن كبير مع الرياض منذ أن حضر من الجولة السادسة. والله زمان وطالت الغيبة يا الرياض، والله زمان وطالت الغيبة يا الرياض. هذا المنعطف الأخير يقترب من الرياض صاحب المركز الرابع ويصبح الفارق 3 نقاط. هذه هي إثارة دوري يلو على مدار السنوات. بينما الأهلي اللي يتواجد في المركز الأول الصدارة ب 52 نقطة، لعب 24 مباراة، فاز في 15 لقاء، سجل التعادل في 7 مواجهات وخسر في لقاءين فقط. سجل 35 هدف وتلقت شباكه 15 هدف، ويملك من النقاط 52 نقطة. يتواجد في المركز الأول. بينما الفريق الضيف المدرسة الوسطى فريق الرياض أحمر العاصمة اللي لعب 24 مباراة، فاز في 14 لقاء، سجل التعادل في 3 لقاءات، 7 خسائر، وسجل هجومه 39 هدف وتلقت شباكه 29 هدف. يملك من النقاط 45 نقطة في المركز الرابع. الجولة انطلقت في هذا المساء بهجر انتصاره امام جده بهدف مقابل لا شيء. الفيصلي حتى الان 1-1 امام الخلود، وهنا ثالث لقاءات هذا المساء في انطلاق الجوله 25 من دوري يلو. نعم، جوله يوم العلم. غدا تستكمل لقاءات هذه الجوله. الجبلين يستضيف القادسيه، والشعلة